السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة سريعة ولذيذة جدا. هنعمل حاجة حلوة كده وساقعة للصيف. تحلية الجيلي بالكاستر. اتمنى ان شاء الله تعجبكم. ويلا نبدأ مع بعض. في وعاء هنحط حوالي 4 أكواب لبن او لتر لبن ساقع عادي من التلاجة. وكل كوباية لبن بتاخد معلقة كاستر ومعلقة سكر. يعني ال4 أكواب بياخدوا 4 معالق كاستر بالشكل ده، و4 معالق سكر عشان يطلع المعيار مظبوط معاكي، ويطلع القوام برضو مظبوط، مش خفيف ولا تقيل. هنضيف السكر 4 معالق وهنقلب كويس جدا عشان نتأكد ان مفيش اي تكتلات، لان انتوا عارفين الكاستر بيبقى عبارة عن نشا. وممكن تلاقوه في شوية تكتلات تحت. بنقلب حلو قوي بالشكل ده، وبعدين بنرفعه على نار متوسطة ونستمر في التقليب لحد ما نحصل على قوام تقيل. هيتقل معاكي بسرعة، مش هياخد وقت بالشكل ده. هو كده تقل معايا ولونه اتغير، طبعا بقى لون الكاستر الطبيعي بقى الاصفر شوية. وهنا هنصبه في كوبايات او كاسات التقديم اللي هنقدمه فيها. هنصب اكتر من النص بشوية، يعني 3/4 الكوباية، عشان الجيلي بيبقى اقل شوية عشان الكاستر يبقى باين في الكاسات. زي ما انتوا شايفين هيهدى شوية، وبعدين ندخله التلاجة. ادخله التلاجة وهبدأ اجهز الجيلي. طبعا سهل جدا، كلنا عارفين. كوباية مية مغلية هضيف عليها كيس الجيلي واقلبه كويس، ادوبه، وبعدين اضيف كوباية مية عادية. ما بضيفش اي حاجة، لا سكر ولا اي حاجة خالص، هو محلى منه فيه. وبعدين هطلع الكاستر من التلاجة، اتأكد انه جمد معايا كده، وهضيف له الجيلي بعد ما برد شوية، طبعا مش وهو سخن قوي. هكمل كاسات التقديم بالجيلي بالشكل ده. وطبعا هو في كذا نوع جيلي، انا جبت جيلي الفراولة. الولاد بيحبوه. انتي ممكن تبدليه باي نوع تاني، مانجا، مش اي نوع جيلي. بس كده نعتبر خلصنا الوصفة. وهندخل الجيلي في التلاجة من 3 ل4 ساعات لغاية ما يجمد معانا. خلاص كده هو جاهز للتقديم. وصفة سهلة قوي وسريعة، ما بتاخدش وقت خالص. يعني هي في تجهيزها بتاخد اقل من 5 دقايق، بس هو وقت التجميد اللي بيبقى طبعا طويل شوية. وهنا انا ضفت له بعض اوراق النعناع. مش عايزين الخطوة دي ممكن تستغنوا عنها، بس هو بيدي طعم شكل حلو. وانا عامة باكله بالنعناع، يعني بيبقى طعمه حلو قوي. وبكده خلصت وصفتنا. اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام الدنيا.